مساء الخير على الحلوين. طبعا ما اقدرش ارفض ليكم طلب. تعالوا نكمل القصة مع بعض. تعالوا نعمل شوية شاي حلوين ونشربهم مع بعض واحنا بنحكي. بتقول ماريا وجه العريس، وانا احساسي كأن حد بيطعن قلبي بسكينة شوية وكان هيغم عليا. خالاتي هما اللي لبسوني وعملوا لي شعري والميك اب. ما كنتش قادرة احرك اي حاجة في جسمي، اخدوني وقعدوني مع الناس. حتى الخواتم لما جينا نلبسها امي هي اللي لبستهولي. كنت في حالة صدمة، ما كنتش عارفة ازاي اقدر اخرج نفسي من الموضوع ده. طبعا بعدها امي وابويا قالوا خلاص مفيش مدرسة تاني. طبعا ده ما كانش قرارهم، كان قرار خطيبي الجديد. قال لهم انا خلاص مش عايزاها تكمل دراسة ولا تطلع من البيت وعايزاها تتحجب. وانا طبعا قعدت في البيت واخدوا موبايلي. طبعا كانوا خايفين اني اهرب، اخدوا مني كل حاجة وخلوني في البيت. حتى لما يخرجوا من البيت لازم يخلوا معايا حد وما يسيبونيش لوحدي ولا ياخدوني معاهم، حتى لو اضطروا ان كلهم يخرجوا. بيقفلوا عليا باب البيت من بره وما بيسيبوليش مفتاح. واحنا اصلا كنا ساكنين في عمارة شقق، يعني ما فيش اي مكان اطلع منه، مستحيل. طبعا استسلمت وقعدت في البيت. بعدها بفتره جالي استدعاء من المدرسه، لاني طبعا ما بعتلهمش اي رساله ولا سحبت ملفي ولا حاجه، بس اختفيت. فجالي استدعاء اني لازم احضر اجتماع مع المدير واجيب ولي امري معايا. طبعا لما عرف ابويا ان في اجتماع خاف اني ما اروحش ويبلغوا الشرطه، فقال هنروح لكن لو اتكلمتي في حاجه مش هتسلمي مني، ما تفتحيش بقك بولا حاجه. فرحنا الاجتماع، كان المدير موجود ومدرستي اللي كانت عارفاني كويس والمرشد الاجتماعي. اول ما شافوني قرروا انهم يخرجوا ابويا، وقالوا الكلام اللي عايزين نقوله لها هيخصها هي، وبعدها ان شاء الله تيجي انت ونتكلم معاك، بس ما ينفعش تبقوا مع بعض. اضطر ابويا انه يخرج، وفي نفس الوقت كان مرتاح لانه مهددني لو اتكلمت او قلت اي حاجه يويلي منه. في نفس الوقت ما كانش معايا اي ورقه او بطاقه او اثبات ليا اصلا، يعني كان مرتاح ومطمن. المهم انا اول ما لقيت نفسي معاهم قلت لهم كل حاجه. قلت لهم اني مخطوبه لانسان عنده 37 سنه وانا كنت فاكره عنده 30. كان انسان بيستخدم كل انواع الممنوعات، وانا خرجت معاه اكتر من مره مجبوره من امي وابويا. كنا بنروح بعربيته وعربيته كانت متبهدله كلها خراب وممنوعات، وكان بيقول لي لو عايزه تاخدي خدي، انا ما عنديش مشكله. تخيلوا. المهم بس طبعا انا ما اخدتش ولا فكرت اني اخد. وعلى فكره كنت بقول الكلام ده لابويا، كنت بقول له خلي بالك الولد خربان، بس كان بيقول عادي راجل وبكره يتوب وانتي اللي هتخليه يتغير. طبعا انا قلت كل الكلام ده للمدرسه، ففورا اتصلوا بالشرطه. طبعا جت الشرطه واخدوني ورحنا على البيت. خدت كام حاجه ليا واخدت ورقي وخرجوني. رحت معاهم على مكان لحمايه القصر وقعدت هناك 3 شهور. طبعا نفسيتي بقت احسن وتعدلت، بس مهما كان ده مش بيت اهلي ولا اخواتي. ما كنتش عايزه اقعد، خلاص كنت عايزه ارجع بيتنا، مع ان نفسيتي كانت كويسه جدا. طبعا في نفس الوقت اهلي وكله محامي عشان ياخدوني، لانهم كانوا خايفين اني اروح ومرجعش تاني. المهم شويه من عند اهلي وشويه من عندي انا، قدرنا نقنع الدوله اني ارجع عند اهلي. واهلي مضوا على تعهد انهم ما يلمسونيش ولا يسفروني بره البلد لحد ما تم 18 سنه. طبعا خلاص بمجرد ما يبقى عمري 18 سنه هكون مسؤوله قانونيا عن نفسي، فاهلي كانوا موافقين. وانا كنت بقول وقتها بعقلي الصغير إن والله اهلي عرفوا غلطهم وهيتغيروا خلاص، وهيبقوا كويسين، وكلنا كويسين والحياه ترجع سعيده ووردي.